أسعد الله صباحكم بكل الخير. ويطلع واحد يقول لك أنت كمستأجر قديم زعلان ليه؟ أستاذ أحمد سعد بيجاوب على حضرتك. ينفع؟ أكبر مدرسة متعلم فيها الدنيا واخد خبراتي، منطقتي. بصحابي فيها وجيراني فيها وحبايبي فيها، يا مصر ما في غيرها جيها تتحامى فينا، نتحامى فيها. ما احنا منطقتي. زعلان ليه؟ المستأجر القديم أنت زعلان ليه؟ أول حاجة أنا زعلان عشان خاطر السيد الرئيس اتكلم في موضوع الإيجار القديم من 3 سنين وتناول جزئية واحدة بس، وهي جزئية الأحفاد اللي فاضلين والمستأجر القديم اللي الناس ماتت، المستأجرين ماتت وأولادهم ماتوا وأحفادهم ماتوا. هو تقريبا الرئيس كان بيتكلم على العشرينات، واحد اتجوز سنة 20 خلف سنة 25 وولاده لو عايشين لغاية النهاردة يبقى عندهم 100 سنة، وده مستحيل. فاللي موجودين الأحفاد. وقلنا للقانون القديم 3 حاجات: عشرينات وثلاثينات واربعينات، ودول اللي موجودين فعلا دلوقتي أحفادهم، ومنهم منطقة وسط البلد اللي العين عليها هو ما نزعش فيها. وبعد كده في الحقبة اللي هي بتاعت الرئيس جمال عبد الناصر، اللي هي تم تخفيض الأجرة بناء على إن الأراضي كترت فيها والمعروض بقى كتير، ولكن الناس زعلانين قوي والدولة عايزة حق الملكية. حق الملكية هو ليه احنا هنعمل زي أمريكا ونكيل بمكيالين؟ ما لو عايزين نرجع حق الملكية، طيب ما هو كل الناس اللي في الستينات اتأممت فلوسهم، العائلات الكبيرة اللي تم تأمين فلوسها والدولة تحفظت عليها. أنا فاكر الملحن المبدع الله يرحمه محمد فوزي، شركته تم التحفظ عليها، من القصص الشهيرة في مسألة التأميم. فأملاك الدولة أملاك الناس الأغنياء في وقتها والبهوات والبشوات تم التحفظ عليها. وهنروح بعيد ليه؟ ما هو كمان في الأوقاف الخيرية. الأوقاف دي كانت عظماء مصر، الناس اللي كانوا المقتدرين اللي ربنا كان مقدرهم، تركوا أملاك وضياع وأشياء ينتفع بيها الغلابة من بعدهم كأوقاف مصرية الدولة دلوقتي بتديرها. ما دي كمان حقوق ملكية، ومع ذلك الدولة ما مش بترجعها لأصحابها مثلا. هو ده للمصلحة العامة، أنا مش بطالب بده، ولكن لما هنتكلم عن حقوق الملكية وحب الدولة في الملكية فخلونا نتكلم عن ده كمان. السيد الرئيس اتكلم عن قصة الملكية وإن الناس ماتت، وطلعت الناس قالت إن إحنا ما متناش. كل اللي أجر في الستينات والسبعينات معظمهم موجود، ناس كتيرة منهم موجودين. سبعينات وثمانينات وتسعينات دول وضع خاص، لأن دول عمل عقود رضائية، وكان المالك المؤجر يعلم بأن هم الوحدة بتمتد ليه ولأسرته، والدولة والمحكمة الدستورية العليا كانت بتتعامل على إن هي بتأجر لأسرة، كانت بتتعامل مع الأسرة كأنها وحدة واحدة وكأن واحد. ما كانش فيه ساعتها مستأجر أصلي اللي هو الأب أو الأم، ومستأجرين تايواني اللي هم بقية الأسرة المستأجرة. زعلان ليه؟ علشان خاطر القانون اللي امتد 105 سنة في مصر، 105 سنة في مصر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، لأن الأجرة هي قيمة، والقيم اتدمرت في التضخم اللي حصل الأخير في الفترة السابقة. فطبعا المحكمة الدستورية ارتأت إنه من العدالة إن ندي قيم متعادلة ومتناسبة مع بواقي وفوائد
استثمار المستثمر اللي استثمر في الوحدات السكنية. بعد ما خرج وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا، أنا زعلان إن الحكومة أعادت القانون 6 شهور في حوزتها، 6 شهور في حوزتها، وحدفته في حجر البرلمان في آخر شهرين من دور انعقاده، آخر شهرين. قانون امتد ل 105 سنة في مصر، مطلوب من المجلس الشعب إن هو في 5 شهور، في شهرين، إن هو يبحث ويدرس ويقرر ويعدل ويلغي ويصدر ويوافق وينشر في شهرين. 105 سنة. طيب الدولة كانت مجهزة للموضوع بقى، ومجلس الشعب كان قاعد مستف أوراقه؟ أبدا، ولا حد كان يعرف أي حاجة عن القصة. القصة إن رئيس مجلس الشعب أحرج وزير الدولة للشؤون البرلمانية والنيابية على الهواء مباشرة، وقال له ما جيتوش جاهزين، الحكومة ما جاتش جاهزة، والبيانات مش موجودة ومش كاملة ومش وافية وما نقدرش نحكم من خلالها على الموضوع. البرلمان قاعد يناقش القانون شهرين. انا زعلان ان هو قاعد يناقشه شهرين وعمل لجان استماع وما خدش كلمه من لجان الاستماع، زي ما الحكومه دخلت القانون اللي كانت بتدار عليه جلسات الاستماع، خرج بالحرف زي ما هو بدون ما يتعدل بند ولا يتضاف حرف ولا يتشال حرف من اللي الحكومه ادخلته بعد كل لجان الاستماع. وكما كان يعني كما يكون كده الحال، لسان الحال بيقول اتكلموا براحتكم، قولوا كل اللي انتوا عايزينه، واحنا برضه هنعمل اللي احنا شايفينه واللي احنا عايزينه واللي احنا قايلينه. شهرين وخرج القانون. مناقشات في مجلس الشعب، خرج مجلس الشعب يقول تاني يوم في المناقشات ان بكره بندعو الاعلام، ومجلس الشعب وقف، وحسينا بلحظه وطنيه ان مجلس الشعب قرر ان هو يقف ضد القانون والحكومه، ويعدل البند 2 بتاع الطرد، ويعدل البنود الغريبة اللي بتدمر أوضاع وقوانين وأعراف في مصر استمرت 105 سنة. طلع قانون تاني يوم من المناقشات، جه رئيس المجالس رئيس الحزب اللي هو الأغلبية في مجلس الشعب، وقال لا لا لا، احنا نرفض القانون. ليه يا سيدنا الفاضل؟ علشان خاطر الدولة مش بتكفل آثار هذا القانون، وكاتبة أولوية مش أحقية في الوحدات اللي الدولة هتديها لمتضررين اللي هم نص العاصمة، لمتضررين قانون الإيجار القديم. فالدولة والحكومة رجعت نفسها وقررت إنها تحط كلمة أحقية مكان كلمة أولوية، ومعها كلمة صغنونة كده تانية، يعني تخليها تشيل 3/4 المسؤولية من على الكاهلها، كلمة المستأجر الأصلي. المحكمة الدستورية اعتبرت الأسرة كلها مستأجرة، الحكومة قررت تقول المستأجر الأصلي. والتاني ده هيبقى تايواني، اللي هم أسرته، أبنائه، مراته، أرملته، اليتامى اللي بعديه، دول تايواني، مستأجر تايواني. ماشي، الدولة رحمت كبار السن وقدام المحاربين وأرامل الرجال وجيل السبعينات والثمانينات، ماشي. خرج علينا وزير الشؤون البرلمانية امبارح النيابية في اكسترا نيوز أول امبارح، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الدولة والحكومة جعلت أولوية، رجعها تاني من أحقية لأولوية. هو اتلخبط ولا سحب الكلام اللي هو أصلا مجلس الشعب وقف وقام وقعد، وقفوا جلسات وعطلوا قوانين ورفضوا رفض مبدئي عشان الكلمة دي تتغير من أولوية لأحقية؟ يخرج علينا سيادة الوزير المستشار امبارح ويقول أولوية تاني. هي أولوية ولا أحقية مش مهم، لأن أصلا الدولة غير قادرة على توفير مثل هذا. أنا زعلان ليه؟ وكل مستأجر قديم زعلان ليه؟ زعلان عشان خاطر لجنة الإسكان اللي هي أول لجنة في البرلمان أقرت
القانون، رئيس لجنة الإسكان هو رئيس وفد رجال الأعمال. تتخيلوا؟ على لسان المستشار محمد فهمي امبارح. هو رئيس وفد المستثمرين في وفد الأعمال المصري. المستثمرين ورجال الأعمال، هو ده اللي هيتكلم بلسان حال البسطاء وأصحاب المعاشات والأرامل واليتامى. وبعد أن أقر القانون وحطوا وضعوا للمناقشة، كلنا شاهدنا المناقشة التي أسفرت على أن القانون بعد كل هذه المناقشات وكل هذه البرامج وكل هذا التوك شو، احنا اهو فات أسبوع أو أسبوعين مفيش مخلوق بينطق كلمة عن القانون في الإعلام كله نسي الموضوع، وحسوا ان هم بيدوا له اكبر من حجمه، ان نص سكان العاصمه بيهجروا، فقال لك بس خلاص. انا زعلان عشان الاعلام مش بيتداول مساله تهم نص ربع المصريين، 30 مليون مواطن، ربع المصريين. هل بعد كل مدار في مجلس الشعب هل الحقية رجعت لأولوية؟ وماذا عن الثلاث ارباع؟ يعني لو المستأجر الأصلي أو الناس الكبار اللي لسه عايشين ممن استأجروا في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، لو دول لسه عايشين، فالقانون والدولة بتغطي ربع حالات الإيجار القديم السكني في مصر. ثلاث ارباع حالات الإيجار القديم على تعداد الدولة اللي هي قالته، هي قالت 1,800,000 وحدة، 400,000 مغلق، منهم 300,000 مستأجر أصلي، 1,100,000 أسرة، تعداد 7-8 مليون مواطن. دول الدولة لم تكفل لهم أي شيء سوى كلمة أولوية. يروحوا ينازعوا الشباب بقى الجديد اللي مقدم على الزواج في الوحدات اللي الدولة أصلا مش مكفية على الشباب فيها. أنا زعلان ليه؟ زعلان إن التجاري والاسم التجاري اللي هو ليه تمن، الدولة ما بصتلوش وعايزة ترجع المحلات للورثة، علشان الورثة بعد ملايين ما اتدفعت فيها، علشان الورثة تبيع المحلات لمستثمر أجنبي أو حد تاني يستنفع بالاسم التجاري للمحل اللي أصحابه قعدوا 30 و40 سنة يبنوا فيه. زعلان ليه؟ زعلان علشان 8 مليون ولا 9 مليون مواطن مصري، راجل وست وأطفال، وكمان عليهم 1,200,000 تجاري اللي شغالين فيهم ما يقلش عن 10 مليون مواطن تاني من عمال وموظفين وأصحاب المحلات. دول حالهم هيقف، مساهمتهم في الاقتصاد المصري هتقف، الناس اللي شغالة معاهم وفاتحة بيوتها هتقف. الدولة هتقدر تبني محلات تجارية ذو سمعة تجارية أصبحت في مناطق حيوية بتجيب دخل، ولا هتديهم محلات في الصحراء أو في مناطق جديدة ما فيهاش population، ما فيهاش إسكان، ما فيهاش سكان؟ القرار دون الرئيس كان لما حد مرة قطعه وقال له رأيه في مسألة، زعق فيه وقال له انت دارس الموضوع ده؟ فاحنا اتعلمنا ده من سيادة الرئيس. فحضراتكم لما خرجتم هذا القانون واقترحتوه كنتوا دارسين الموضوع ده اجتماعيا ونفسيا على المواطن؟ فرنسا قررت انها لما حبت تغير قانون الإيجار القديم بتاعها انها تعفي منه قدامى المحاربين، علشان خاطر دول قدموا للوطن الأرض والعرض. فرنسا اللي احنا بنقول عليهم رجالة نص نص، احنا بقى المصريين أرامل قدامى المحاربين، جيل السبعينات، الأسر اللي هي الامتدادات اللي شبابها دلوقتي أربعينات وخمسينات وفاتحين بيوت وبيساهموا في الاقتصاد المصري. كل ده لم ينظر إليه لما السيد رئيس وفد رجال الأعمال صدع القانون ووافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو متصور كمان مع رئيس الملاك، والسيد الوزير طلع
في برنامج تلفزيوني عام بيلحس كلامه وكلام الحكومة بان هو بعد ما كانت احقية بقت اولوية. كمل الفيديو للاخر. لو عايز نتقابل تاني اعمل لي سبسكرايب وشير الفيديو. شير الفيديو لو ده رأيك زيي. خليهم يسمعوا رأينا ويسمعوا احنا زعلانين ليه. زعلان ليه كمستاجر قديم؟ انا زعلان عشان الرئيس اتكلم على الاحفاد بس والحقوق الملكيه والناس الاحفاد اللي قاعدين في الشقق، ونسي ان في ناس مستاجرين اصليين موجودين في الشقق، وان في امتدادات قانونيه كفلت لها المحكمه الدستوريه وكفلت لها العقود الرضائيه في السبعينات والثمانينات والتسعينات. حي مدينه نصر، حي العجوزه، حي الدقي، حي المهندسين، حي فيصل، حي الهرم، مناطق في دار السلام، مناطق في شبرا، مناطق في كل القاهرة الكبرى. عمرت مصر الجديدة من أول السبعينات. هي منشأة من 1905 ولكن ابتدت تتعمر من الستينات والسبعينات. كل هذه العقود رضائية. هذه العقود قد تم تحريرها برضائية كاملة. كان يعلم المالك أو المؤجر المستثمر، وفي عهد السبعينات دعمته الدولة وأقر وحط إقرار على نفسه إن هو هيأجر هذه الوحدات بقيمة معينة 7%، خفضت بعد كده ل 5%. يقدر يسترد استثماره في 5 سنين. كان بياخد 25% من قيمة الأرض والبناء اللي هي 40% من قيمة مواد البناء كدعم من الدولة عشان خاطر يأجرها لحضرتي ولكل مستأجر قديم في مصر. وخد خلو من 25% ل 50% علشان خاطر تعبه وعشان خاطر استثماره. خد 50% قبل ما يبتدي الكلام، وفي أول 5 سنين رجع استثماره بالكامل من الوحدة. وأنا عمارة و2 و3. كان انا زعلان ليه؟ زعلان عشان الدوله كانت ينفع ان المالك او المستثمر اللي كان بيستثمر في العماير وفي العقارات في السبعينات والثمانينات ده بنى عماره و2 و3 و4. الورثه بتوعه مش يعني كان بس لو خدوا الشقق الفارغه وخدوا الشقق اللي اصحابها عندهم حاجات تانية، وخدوا الشقق اللي فيها القرايب او الاحفاد او اللي متاخده بدون وجه حق بعيدا عن اسره المستاجر اللي هم الساكنين المحترمين بالقانون وبالعقود الرضائيه ولم يخلوا باي التزام. لو الدوله كانت عملت كده كان الملاك او المؤجرين او ورثتهم كانوا خدوا فلوس، كان رجع لهم شقه و2 و3 و4 وكان فيها هيبقى فيه 10 مليون و5 مليون و8 مليون و9 مليون و13 مليون هيتقسموا على كام مستثمر. احفادهم وابنائهم هيغنوا، واللي عايز يجوز ابنه هيجوز، واللي عايز يفرح هيفرح، واللي عايز يسافر اوروبا هيسافر. وكانوا سابوا السكني المستاجر اللي هو نص العاصمه، اللي هو الامن، مساله امن قومي، مساله امن اجتماعي. نص العاصمه، نص القاهره الكبرى لسكانها، بدل ما دلوقتي بعد ما ينفذ القانون وتخلى هذه العقارات ويتم بيعها من قبل الورثه للحصول على ميراثهم، هيحصل ايه؟ هتباع للاجانب. القاهره تفرغ من سكانها وتباع للاجانب، السوداني واليمني، مع احترامي للجميع، والخليجي. واهل القاهره، اهل احياء القاهره، نظام قانوني استقر 105 عام وعرفي استقر 105 عام من 21 لسنه 2025، 104 عام بجرة قلم في شهرين. رجال الاعمال ونائب وفد رجال الاعمال رئيس لجنه الاسكان يصدق عليه في البرلمان وقبليه الحكومه هي اللي تصيغه. ما الحكومه رجال اعمال برضه، ما السيد مصطفى مدبولي هو كل اللي شغال فيه الاسكان، الاراضي، البناء، العقارات، الاراضي، البناء، العقارات، هو ده تخصصه، هو ده اللي بيفهم فيه، هو ده اللي يعرف يجيب فيه جوان. لكن البحث العلمي، لكن الصناعه، لكن الزراعه بنمشي فيها ببطء. طب التعليم والصحه مفيش اي حاجه خالص. دي حاجات احنا شايفينها انها مكمله، بعد ما نبقى اغنياء نبقى نعلم عيالنا واولادنا والشعب. من ايام الملك بدا الايجار القديم من سنه 21. جه جمال عبد الناصر الناس كلها بتلوم عليه، هو لقى ان 60 70 80% من الشعب المصري فقراء جهلاء مرضى لا يحصلون على شيء، وان في طبقه منتفعه 10 20% من الشعب، 5% 3% هم اللي بياخدوا ثروات مصر وهم اللي بيحكموا مصر وهم اللي عايشين في خير مصر. قسم هذه الثروه بطريقه ناس تنتقد وناس تقول صح، ناس تقول غلط، ناس تقول حلال، ناس تقول حرام. هو كانت وجهه نظره ان الشعب لازم يبقى موجود في الصوره. اداهم اراضي زراعيه واداهم معاشات وعلم لهم عيالهم ببلاش، وطلع من عيالهم دول
كل اللي بيحكموا البلد النهارده واللي حكموها قبل كده، السيد انور السادات، السيد حسني مبارك كان من ابناء الوطن، ما كانش من الطبقات الاوليغاركيه ولا الارستقراطيه. الرئيس حتى عبد الفتاح السيسي كان بيقول انا بقى كانت تلاجتي فيها ميه، معنى كده ان هو مش من طبقه ارستقراطيه اغنياء. قال انا قعدت 10 سنين ولا مش عارف عدد من السنين، كنايه عن ان هو كان مش ميسور الحال. الدنيا كانت معاه ضيقه زينا وزي معظم الشعب المصري. مين النهارده بيقبض اكتر من 20,000 جنيه في مصر؟ ده لو حتى مين وكيل وزاره. مرتبات حضرتك ايه عشان انا اشتري الكهرباء والغاز والميه بسعر عالمي؟ وهذا حديث اخر. ولكن المستاجر القديم زعلان ليه؟ عشان القانون اهدر 105 عام في شهرين من ترزية قوانين. قرروا ان هم يفصلوا قانون عشان يقدروا يحصلوا على شويه استثمارات تساعدهم في سداد الديون، وهي دي الخطه البناءه للوطن. وال30 مليون دول اللي هم ضمنوا حق في القانون لمجرد 4 مليون بس مواطن، والباقي 30 مليون اللي هم تجاري وسكني دول بره القانون. وقعوا يا سياده الرئيس في دائره القلق، مش في دائره القلق، في دائره الضياع. من امتى الطبقه المتوسطه بيبقى معاها ملايين؟ من امتى الطبقه المتوسطه بتبقى معاها ملايين؟ انت النهارده حضرتك بتطالبني ان انا اشتري واحده تانية بمليون او 2 او 3 او 4، ولا في ارخص من كده؟ فانا المفترض ان لو مش معايا المبلغ ده انا المفروض انا احوش في ال7 سنين مليون او 2 او 3، وعقبال ما احوشهم يكون العقار والشقه نطت بقت ب9 و10 و50 مليون. ما هذا يا فندم؟ الشعب المصري علشان خاطر ان هو يتم سداد الديون اللي اتعمل بيها التوسعه والمشاريع وكذا، يهجر من بيوته، يخرج من منطقته، من قرايبه، من اصحابه، من ومدارس اولاده وعمله، استقراره الاجتماعي والنفسي كله يهدد ويدمر. وفين حق كبار السن علينا؟ وفين حق المعاشات علينا اللي فلوسهم دخلت ضمن خزينه الدوله في عهد الفساد، عهد حسني مبارك؟ جزء من صوره الفساد ان الفلوس دي ما كانتش المفروض تخش صندوق خاص. حقوق الناس دي فين يا ريس؟ فين الارامل اللي ضباط الجيش المحترمين اللي زي حضرتك؟ انا عمي كان زميل حضرتك، عمي عميد اركان حرب، كان معلم في الكليه الفنيه العسكريه ومن قدامى المحاربين، تخرج سنه 68 من الدفعه اللي اتخرجت بعد النكسه مباشره عشان تحرر ارض مصر. حرر ارض مصر وخد تكريم من الدوله وبقى من قدامى المحاربين. اشترى شقه لابنائه وزوجته عايشه في ارملته عايشه في ايجار قديم، تطرد زوجة المحارب اللي حرر الارض والعرض. واطباء ووكلاء وزاره ومدرسين ومعلمين، ابنائهم دول يا فندم مش كفار. الامتدادات في مصر دول مش كفار، دول ناس محترمه عايشين في احياء مصر كلها، راقي ومتوسط وشعبي، بيبنوا في الوطن، واعمارهم دلوقتي اربعينات وخمسينات وستينات حتى يا فندم. دول الامتدادات. القانون ما جابش سيرتهم في حاجه، وحضرتك ما خرجتهمش من دوامه القلق. القانون ما جابش سيرتهم في اي حاجه خالص، والحكومه لم تلتزم معاهم باي شيء. حياتهم، استقرارهم، امانهم، مستقبل اولادهم مهدد بسبب قانون جائر اخرج بليل في شهرين بعد 105 عام من استقرار نظام قانوني للدوله. غلط بقى او صح، هو كان بيساير ظروف المعيشه توجهات الدوله في السنين دي كلها، في العقود دي كلها، وهي مش حاجه واحده، دي مختلفه. الدوله راحت يمين وشمال، وشويه اشتراكيه وشويه شيوعيه وشويه راسماليه. الدوله تميلت يمين وشمال. اما تبنينا دلوقتي للراسماليه القاسيه بتاعت امريكا، ويبقى في عندنا هوملس مشردين في الشوارع، والناس دي تبقى تاريخها انها كانت اسر محترمه وناس بناءه في المجتمع، لا تجد مسكن ولا ملجأ ولا زي ما المحكمه الدستوريه العليا عبرت ملاذا يلوذون به لكرامتهم الإنسانية، ستر. مين قال الناس دي تتذبح عشان خاطر الورثة تاخد بعض الفلوس؟ ما الورثة كده كده الناس عندها عماير، مش عندها واحدة.
وملايين مش هتكفيهم يا فندم في المغلق وفي الناس المخالفه القانون اصلا، القانون القديم حتى. القانون هذا ليس عادل ولم ينصف المصريين، ونرجو إعادة النظر في هذا القانون بحق الشفعة. سكننا هذه البيوت وهذه الأحياء وهذه المناطق 50 سنة و60 سنة و70 سنة، لنا حق الشفعة في بيوتنا وفي مالنا وفي المرافق اللي بأسامينا وفي العقارات اللي احنا أسسنا فيها وصينا فيها 50 سنة على حسابنا كأننا ملاكها. وشكرا.